بنك مصر قرر يزود الفايدة على الحساب الجاري ذو العائد اليومي، ودي تاني مرة يزود الفايدة على الحساب ده، لأنه كان زودها بعد قرار البنك المركزي 2%، فقرر مرة تانية إن هو يزودها 2%، عشان كده يبقى إجمالي الزيادة على الحساب ده 4%. بل كمان غير اسم الحساب، فتابعنا بقى عشان تعرف اسمه ايه، عشان لو دخلت على الأونلاين تفتحه ما تفتحش حساب تاني وتفكروا الجاري ذو العائد اليومي. وكمان بنك مصر قرر ان هو يزود الفايدة على حساب كنانة بلس اللي موجود في الفروع الإسلامية، اللي هو بيدي عائد يومي ايضا. فتابعنا بقى للآخر عشان تفهم التفاصيل الجديدة للحسابين. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل اي حاجه وكالعاده خالص دعواتنا وتحياتنا لاخواتنا واهلنا في فلسطين وفي السودان وفي كل الدول العربيه اللي بتمر بكرب عظيم. ربنا ينصركم ويصبركم ويرحم كل الناس اللي توفت ويجعلهم من الشهداء الابرار ويزيح الغمه دي في اقرب وقت ان شاء الله. بنك مصر يا جماعه قرر ان هو يزود الفايده لتاني مره على الحساب الجاري ذو العائد اليومي، وزود الفايدة على حساب كنانة بلس اللي موجود في الفروع الإسلامية اللي بعائد يومي أيضا، زي ما قلنا لحضراتكم من فترة إن هو هيزود الفايدة على كنانة بلس برضه، وبالفعل زودها. ولكن خلونا نبدأ معاكم في الأول بالحساب الجاري ذو العائد اليومي، ولكن هو حاليا ما بقاش اسمه الحساب الجاري ذو العائد اليومي. وركز بقى كويس عشان لو دخلت على الأونلاين تشوف الاسم الجديد، أو لو هتفتحه تبقى عارف الاسم الجديد. الحساب بقى اسمه إيه دلوقتي؟ بقى اسمه حساب سوبر كاش جاري يومي جنيه مصري. هو اسمه كده، معلش بأكد تاني على الاسم عشان الناس ما تتلخبطش وتفكروا حساب جديد. الحساب الجاري ذو العائد اليومي بقى اسمه حساب سوبر كاش جاري يومي جنيه مصري. طيب الحساب ده زي ما احنا عارفين الحد الأدنى لفتحه والحد الأدنى لاحتساب العائد هو 50,000 جنيه. لو رصيدك قل عن 50,000 جنيه مش هيتحسب لك عائد. الحساب ده متاح في الفروع العادية فقط. الحساب التاني اللي هنتكلم عليه كمان شوية متاح في الفروع الإسلامية فقط. الحساب ده برضو مقسم لشرايح. أول شريحة من 50,000 ل 100,000 العائد عليها زاد بقى 13%. تاني شريحة من 100,000 ل 500,000 العائد عليها زاد بقى 13.4%. تالت شريحة من 500,000 إلى أقل من مليون جنيه العائد عليها بقى 13.5%. رابع شريحة من مليون جنيه ل 2 مليون جنيه العائد عليها بقى 14%. والشريحة اللي بعد كده من 2 مليون جنيه لأقل من 10 مليون جنيه العائد عليها زادوا بقى 14.5%. والشريحة اللي بعد كده من 10 مليون لأقل من 30 مليون العائد زاد عليها بقى 15%. والشريحة اللي بعد كده من 30 مليون لأقل من 100 مليون العائد 16.5%. وآخر شريحة لو 100 مليون أو أكتر من 100 مليون العائد عليها 17%. طيب بالنسبة لتاني حساب برضو الفايدة زادت عليه، وأيضا حساب يومي بيدي فايدة يومية بتنزل لك كل يوم في الحساب، تقدر تسحبها أو تتصرف فيها كيفما تشاء، وهو حساب كنانة بلس اللي موجود في الفروع الإسلامية. وزي ما قلنا ده موجود في الفروع الإسلامية فقط. لو هتفتح الحساب التاني ده لازم تروح فرع إسلامي. الحساب اسمه كنانة بلس ذو العائد اليومي. الحد الأدنى لفتحه والحد الأدنى لاحتساب العائد أيضا هو 50,000 جنيه. والحساب ده يعتبر نفس تفاصيل الحساب الجاري ذو العائد اليومي، أو اللي بقى اسمه حساب سوبر كاش جاري. ده نفس تفاصيله لكن مختلف شوية في بعض الحاجات. زي ايه؟ زي العائد على الشرايح. الحساب ده برضو مقسم لشرايح. اول شريحة من 50,000 ل 100,000 العائد عليها 12.5%. تاني شريحة من 100,000 ل 500,000 العائد 12.75%. تالت شريحة من 500,000 لأقل من مليون جنيه العائد عليها زاد بقى 13%. رابع شريحة من مليون لأقل من 2 مليون جنيه العائد عليها بقى 13.5%. الشريحة اللي بعد كده من 2 مليون لأقل من 10 مليون العائد عليها بقى 13.75%. والشريحة اللي بعد كده من 10 مليون لأقل من 30 مليون العائد بقى 14.4%. والشريحة قبل الأخيرة من 30 مليون لأقل من 100 مليون العائد عليها بقى 14.5%. وآخر شريحة من 100 مليون العائد عليها بقى 14.625%. فهو يعتبر نفس التفاصيل الحساب اللي موجود في الفروع العادية، لكن بفايدة أقل شوية عشان الناس اللي بتفضل الفروع الإسلامية وبتحب تستثمر فيها. دي كده كل تفاصيل الحسابين اللي موجودين بفايدة يومية متاحين في الفروع الإسلامية وفي الفروع العادية في بنك مصر. ده مختلف تماما يا جماعة عن صندوق الاستثمار اللي هو
الجاري اليوم بيوم ده قصة تانية، وكنا موضحين ده قبل كده في اكتر من حلقة، مش هنتكلم فيها تاني عشان ما نطولش الحلقة على حضراتكم. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقة اللي تعجب حضراتكم واستفدتم منها ولو استفادة بسيطة. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناة وما تنسوش اللايك على الحلقة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا.